انتوا عارفين ان الكشري المصري ممكن يتعمل في حله واحده بس مش في 15 حله؟ تعالوا نعمله مع بعض باسرع طريقه ممكن تتخيلوها وفي نفس الوقت الطعم تحفه. اول حاجه هجيب حله واحط فيها شويه زيت حلوين وهنزل ببصل كتير بقى على قد ما تقدروا من غير دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، شويه ملح ونقلبهم في الزيت وهم هيقرمشوا لوحدهم. بعد كده هحط بقى في نفس الزيت شعريه ورز وهنشوحهم كويس عليهم بمكرونه صغيره وعدس بجبه كان منقوع وكمان مكرونه سباجيتي، بس اهم حاجه ان احنا نقلب المكونات دي كويس عشان تطلع معانا مفلفله في الاخر. ضفت عليهم ميه سخنه، المقدار يكون اعلى بس نص سنتي من المكونات، وبعد كده هنزل ملح وفلفل وكمون وكل ده على نار عاليه. اول ما الميه تنشف هنهدي شمعه خالص ونسيبها بقى تستوي. الوقت ده هحضر الصلصه بتاعتي، شويه زيت حطيت فيهم توم وصلصه سكر وخل، انزل عليهم بعصير طماطم، نمشي بنفس التوابل ملح وفلفل وكمون ونسيبهم بقى يتسبكوا كده على جنب. يلا نعمل الشطه. هننزل بشويه شطه نحمصهم في الزيت وعليهم معلقه من الصلصه اللي عملناها، شويه خل وكمون وبس كده. نيجي بقى للدقه، هعملها على البارد، الميه نصها خل وهحط شويه توم كمون كزبره وملح وبس كده. نغرف الكشري المفلفل بتاعنا وعليه الصلصه، واسمعوا كده معايا صوت البصل المقرمش